السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ فيديو جديد معاكم من بيت العيلة بقى. طبعا هنا طلعت ده كربات وهغسله بقى واحطه في محلول النقع. في دكر تاني بس ده بقى ايه، طبعا عند الراجل بينضفه لسه ما جابهوش، فعقبال ده ما يتنقع شوية ويتنضف ويتنقع شوية كانوا هما ايه دبحوه جابوه. طبعا هنا بقى ايه هغسله بقى كده واشطفه، وبعد كده اعمل له محلول نقع وانقعه فيه بقى. بتعمل محلول النقع بتاعه بقى ايه اللي هو ايه، المية بقى في حاجة واسعة كده هو، والملح وشوية خل ودقيق من كده بس. وممكن ما تحطيش دقيق يعني مش شرط. تعالوا اشربوا معايا شاي. طبعا هنا بقى ايه بشوح البصلة كده بس تتبل عشان خاطر هعمل عصاج لحمة يعني، عشان هنعمل بشاميل. طبعا العين دي مولعة على ايه على المية اهو، على المكرونة. العين التانية ديك مولعة على المكرونة. معلش بقى التليفون كان بيرن. طبعا ايه هسلق برضك كده المكرونة واخلصها واصفيها. طبعا كلنا عارفين الاكل بيتعمل ازاي، كلنا شطار، مفيش حد بيعلم حد، بس كلنا بناخد افكار من بعضنا. طبعا هنا بقى نزلت باللحمة، هي دي لسه جايبينها طازة، التانية عشان كانت عندنا في الفريزر وعقبال ما فكت وكده، فهتلاقوا اللون دي غير لون ديك، بس هي كلها واحد يعني. تنسوش تصلوا على رسول يا حبايب قلبي، وما تنسوش تدوسوا لايك، تعملوا كومنت حلو منكم، متنسوش في الاشتراك. طبعا هنا بقى هنزل بكمية دقيق حلوة كده زي ربع كيلو كده او اقل من ربع كيلو، عشان خاطر هعمل صينيتين، واحدة كبيرة وواحدة وسط، او صينيتين ايه فيهم واحدة كبيرة او فيهم واحدة وسط بس. وبعد كده بقى ايه هنزل اعمل بقى البشاميل اللي تشوحيه كده في السمنة كده هو، تشوحيه اللي هو بس ايه يتقدح شوية، مش يطلع ريحة بقى وكده هو، ولا يتحرق منك، لا زي ما انا شايفة كده. تنزلي بقى باللبن مرة واحدة عشان ما يكلكعش. هنا بقى عشان كان انا ماسكة الحلة وحد تاني بيصبلي، بس هو ما كلكعش يعني. بصوا ايدك فيه مش هيكلكع، لو في مضرب كمان هيبقى احسن. طبعا ايه انا بشوف سمكه بقى حسب ما انا عايزة، تحط له بقى ملح وفلفل اسود ومكعب ماجي بس. بعد كده تفضلي بقى ايدك فيه عشان ما يكلكعش منك. البشاميل بالذات ايدك فيه عشان خاطر ما يكلكعش منك، زيه زي الرز بلبن. الرز بلبن تفضلي ايدك فيه عشان ما يلزقش منك في قعر الحله ويشيط. ده بقى تقلبي فيه عشان ما يكلكعش منك. طبعا زي ما انتم شايفين كده الصينيه حطيت فيها البشاميل من تحت، ونزلت بكميه المكرونه اللي بردك عليها بشاميل، رق مكرونه ورق البشاميل ولاقي الرحمه، وخلاص كده زي ما انتم شايفين معايا. وهنا طبعا دول دكرين البطه هم زي ما انا قلت لكم. وقلنا بقى نعمل شويه شوربه كده يتشربوا جنب الاكل، لسان عصفور. طبعا هنا بقى ده ايه شكل الاكل يا حبايب قلبي. متنسوناش بقى في اللايك والشير. طبعا انا برضه كنت بشوي فراخ عند الراجل بره، يعني عملت البط وشويت فراخ بره. متنسوش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو منكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنا فريق قاعد وهنا فريق قاعد، عشان كده هتلاقوا هنا شكل وهنا شكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.